رفض الدولي المغربي ياسين بونو حارس المنتخب المغربي الأول ونادي إشبيلية لكرة القدم عرض من الباير الألماني خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية. وأكدت صحيفة الماركا أن مسؤولي فريق البافاري اتصلوا بحميد عرين الأسود الأطلس للتعاقد معه في انتقالات الشتوية بعد إصابة خطيرة التي تعرض لها نويا التي أنهت موسمه الكروي. وحسب منبر نفسه أخبر بونو مسؤولي فريق الألماني بأنه لا يفكر في تغيير الأجواء خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه مرتاح مع أسرته في مدينة إشبيلية ويريد مساعدة فريقه في البقاء هذا الموسم. ووضح المصدر ذاته أن الباير كان مضطر للبحث عن بديل لحارس المغربي بعد أن التقى بالرفض لتعاقده مع السويسري سبونسر حارس مرمى مجد دبرخ. ويعتبر الدولي المغربي ياسين بونو حارس المنتخب الوطني المغربي الأول ونادي إشبيلية لكرة القدم من بين أفضل الحراس على الصعيد العالمي. تسعى عدد من الأندية بالاستفادة من خدمته خلال الفترة المقبلة من بينهم مانشستر يونايتد.